لو انت هنا دلوقتي يمكن عشان سمعت الجزء الأول وحسيت بحاجة مش لازم تعرف تسميها، بس حسيت إنها موجودة. إحساس إن في نمط بيتكرر في حياتك، إن في صوت جواه بيقولك حاجات مش دايما بتصدقها بس بتتصرف على أساسها، إن في جزء منك لسه بيعيش في لحظة قديمة. لو ده وصفك انت في المكان الصح. في الجزء الأول من رحلتنا مع كتاب أعد ابتكار حياتك للدكتور جيفري يونغ اتكلمنا عن الأساس. فهمنا إن فخاخ الحياة هي أنماط نفسية عميقة اتبنت فينا من صغرنا. فهمنا إنها مش بتيجي من فراغ لكن من احتياجات ما تلبتش في وقتها. فهمنا إن الدماغ بيشتغل بطريقة بتخلي الفخ يتكرر في علاقاتنا، في شغلنا، في طريقة إحساسنا بنفسنا. وفهمنا إن التغيير الحقيقي مش بيجي من الفهم وبس لكن من الشغل العميق على المشاعر والسلوك مع بعض. لو ما سمعتش الجزء الأول روح اسمعه الأول، هيخليك تستفيد من الجزء ده بشكل أعمق بكتير. دلوقتي جه الوقت نبدأ نتعرف على الفخاخ بالاسم. يونغ حدد 11 فخا نفسيا هي الأكثر شيوعا بين الناس. مش هتلاقي نفسك في كلهم بس في الغالب هتلاقي نفسك في 1 أو 2 أو أكتر. وده مش تشخيص وده مش حكم، ده مجرد مراية تتطلع فيها بصدق. ال11 فخ اللي هنتكلم عنهم النهاردة: فخ الهجر اللي بيخليك تتمسك بكل حاجة خوفاً من إنها تمشي. فخ انعدام الثقة والإساءة اللي بيخليك تشوف خيانة محتملة في كل عين. فخ الحرمان العاطفي اللي بيخليك تحس إنك لوحدك حتى وسط الناس. فخ الإقصاء الاجتماعي اللي بيقولك إنك مختلف وإن المختلف مش بينتمي. فخ الاعتمادية اللي بيخليك تحس إنك مش قادر تعدي يوم من غير ما حد يمسك إيدك. فخ الهشاشة والخوف اللي بيخليك تشوف كارثة في كل ركن. فخ العيب والنقص اللي بيقولك إنك لو تعرضت مش هيقبلوك. فخ الفشل اللي بيقف قدامك في كل باب جديد بتحاول تفتحه. فخ الإخضاع اللي بيخليك تقول لكل حاجة وتنسى إنك عندك صوت. فخ المعايير التي لا ترحم اللي بيقولك إن اللي عملته مش كافي أبدا. فخ الاستحقاق اللي بيخليك تحس إن القواعد دي مش بالضرورة ليك انت. 11 فخ، 11 قصة، 11 جرح بيتنفس جوه ناس كتير من غير ما يعرف. في الجزء ده هنفتح كل فخ لوحده، هنفهم من فين جه، هنعرف ازاي بيشتغل، وهنشوف مع بعض ازاي تبدأ تتحرر منه. خد نفس، الرحلة مكملة. الفخ الأول، فخ الهجر. تخيل إنك بتمشي على جسر والجسر كويس والجو كويس ومفيش خطر، بس انت مش قادر تمشي بهدوء. بتبص تحت كل شوية، بتمسك الحاجز بقوة وقلبك بيدق بسرعة من غير سبب واضح، لأن جوه في صوت بيقولك الجسر ده هيقع. ده بالظبط إحساس اللي عنده فخ الهجر. الحياة ماشية، العلاقة كويسة، الشخص اللي جنبه بيحبه، بس جوه في صوت بيقوله دايما هيمشي، هيتركك، الحب ده مش هيدوم. طيب ايه هو فخ الهجر؟ فخ الهجر هو الإحساس العميق إن الناس اللي بتحبهم هيسيبوك. مش لازم يكون عندك سبب منطقي، مش لازم يكون الشخص التاني بيديك إشارة. الإحساس ده جاي من جوه مش من بره. يونغ بيعرفه الإيمان الراسخ إن الناس القريبين منك مش هيفضلوا، سواء بالموت أو بالترك أو بالتغيير أو بإنهم يختاروا حد تاني. والإيمان ده مش بيجي من التفكير، بيجي من تجربة حقيقية اتعاشت من صغر. من فين بيجي فخ الهجر؟ يونغ بيقول إن فخ الهجر بيتشكل في الغالب من واحدة أو أكتر من التجارب دي. أب أو أم غاب فعلا بالموت أو بالطلاق أو بالسفر الطويل، والطفل الصغير فهم رسالة واحدة: الناس بتمشي. أب أو أم موجود جسديا بس غايب عاطفيا، مشغول، بارد، مش حاضن، والطفل حس بهجر من غير ما حد يمشي فعلا. علاقة متقلبة، أهل بيتشاجروا بينفصلوا بيرجعوا، والطفل اتعلم إن الاستقرار وهم. فقدان مبكر، موت جد أو جدة أو أي شخص قريب في سن صغيرة، وده علم الطفل إن من بيحبهم بيروح. إزاي بيظهر فخ الهجر في حياتك؟ الفخ ده بيظهر بأشكال كتير، بعضها واضح وبعضها مش واضح خالص. الشكل الأول التمسك الزائد، بتبعت رسائل كتير لو حد ما ردش بسرعة، بتحتاج تأكيد دايم إن الشخص التاني لسه موجود وبيحبك، وأي برود أو تأخير بيحسسك بخوف حقيقي مش متناسب مع الموقف. الشكل التاني الغيرة الشديدة، مش غيرة عادية، غيرة من أي حاجة ممكن تاخد الشخص التاني منك، من صديق، من شغله، من أهله، من أي حاجة بتاخد وقته. الشكل الثالث
اختيار ناس مش مستقرين، وده الأغرب والأعمق. اللي عنده فخ الهجر بيتجذب لناس غير متاحين عاطفياً، متجوزين، خايفين من الالتزام، مش جاهزين، مش عشان مش شايف غيرهم، لكن عشان العلاقة المستقرة الهادية بتحسسه بقلق، مش بتحسسه بأمان. الشكل الرابع، إنهاء العلاقات بنفسه، بيبادر هو بالترك قبل ما حد يتركه. أنا اللي سبت مش اللي اتسب، عشان الترك من جوه أقل ألم من انتظار الترك من بره. قصة ياسمين بنت في 28، أبوها سافر لما كانت في 7 سنين ومرجعش، مش مات، بس اختار حياة تانية. ياسمين كبرت مع أمها، وأمها كانت بتحاول بس كانت متألمة هي كمان. ياسمين دلوقتي بتدخل في علاقات بسرعة وبتتعلق بسرعة وبتبدأ تحس بخوف قبل ما أي حاجة غلط تحصل. آخر علاقة ليها الراجل كان كويس معاها، بس كل ما هو اتأخر في رد هي حست إنه بيبعد، وبدأت تبعت رسايل أكتر، وبدأت تطلب طمأنينة أكتر، والراجل حس بضغط وبدأ فعلا يبعد. ياسمين قالت لصاحبتها: شايفة دايما بيحصل كده، بس اللي ما شافتهوش إن الخوف من الهجر هو اللي خلق الهجر. الفخ بيجذب عليك. يونج بيقول حاجة مهمة جدا عن فخ الهجر. الفخ بيعمل نبوءة بتحقق نفسها. يعني إيه؟ أنت خايف من الهجر، فبتتصرف بطريقة بتضغط على الشخص التاني وبتخليه يبعد فعلا، وبعدين بتقول: شايف أنا كنت عارف، بس ما كنتش عارف، كنت بتخلق اللي كنت خايف منه. والخطوة الأولى لكسر الفخ ده إنك تشوف اللحظة دي، اللحظة اللي الخوف بيحكم فيها تصرفك، وتسأل نفسك: ده الواقع ولا ده الفخ؟ إزاي تبدأ تتعامل مع فخ الهجر؟ يونج بيقول في خطوات عملية. أولاً، لاحظ الإحساس من غير ما تتصرف على طوله. لما تحس بالخوف من الهجر توقف، مش معناه إن الخوف غلط، لكن معناه إنك ما تتصرفش على طول من جوه الخوف. ثانياً، افرق بين الماضي والحاضر. سأل نفسك: الشخص ده عمل حاجة فعلاً بتقول إنه هيمشي، ولا أنا بيجيلي إحساس قديم؟ الإجابة دي بتغير كل حاجة. ثالثاً، اتعلم تطمن نفسك. مش هتفضل تطلب الطمأنينة من الشخص التاني بشكل مستمر، لأن الطمأنينة اللي بتيجي من بره بتخلص بسرعة. الطمأنينة الحقيقية بتتبني من جوه. رابعاً، جرب العلاقات الآمنة، ودي أهم خطوة. لما تلاقي علاقة صداقة أو علاقة رومانسية فيها أمان حقيقي وثبات، ما تهربش منها حتى لو حاسس إنها غريبة أو مملة. الأمان ده هو اللي هيعلم دماغك وقلبك إن الهجر مش حتمي. الخلاصة، فخ الهجر بيقولك إن من تحبهم هيمشوا، وده خلاك تتمسك أكتر أو تهرب أول أو تختار ناس مش متاحين. بس الحقيقة إن الفخ ده اتعلمته في ظروف معينة، وممكن تتعلم حاجة تانية. ممكن تتعلم إن في ناس بيفضلوا، ممكن تتعلم إن الحب الحقيقي مش لازم يكون مؤقت، وممكن تتعلم إنك تستاهل حد يفضل. الفخ التاني، فخ انعدام الثقة والإساءة. في حيوان اسمه القنفذ، لما بيحس بخطر بيلف على نفسه ويطلع أشواكه للخارج، مش عشان عدواني، مش عشان وحش، لكن عشان اتعلم درساً واحداً بسيطاً: العالم بيأذي والأشواك بتحمي. في ناس كتير بيعيشوا بنفس المنطق، مش بيطلعوا أشواك حرفياً، بس بيبنوا جدران، بيشككوا في النوايا وبيستنوا الخيانة قبل ما تحصل، مش عشان بيحبوا التعقيد، لكن عشان عندهم فخ علمهم إن الناس بتأذي. فخ انعدام الثقة والإساءة. إيه هو فخ انعدام الثقة والإساءة؟ يونج بيعرفه بجملة واحدة واضحة: التوقع الدائم إن الناس هتأذيك، تخدعك، تستغلك أو تهينك. مش توقع مبني على دليل حقيقي، لكن توقع تلقائي بيجي قبل أي تجربة. زي ما تيجي تاكل طبق وقبل ما تاكل بتقول: أكيد فيه سم. الطبق مغلطش، بس الخبرة القديمة علمتك إن الأكل أحياناً بيأذي. من فين بيجي الفخ ده؟ يونج بيقول إن فخ انعدام الثقة بيجي في الغالب من إساءة مباشرة في الطفولة، جسدية أو نفسية أو عاطفية. الضرب، الإهانة المتكررة، التهديد، الإذلال. والطفل الصغير اللي المفروض يحس بأمان مع أقرب الناس تعلم إن القريب يأذي. الخيانة من شخص موثوق، أب أو أم أو أخ أو معلم، لما الشخص اللي المفروض يحميك هو نفسه مصدر الأذى. الرسالة بتبقى: مفيش حد أمين. الإساءة الخفية، وده النوع اللي الناس بتتجاهله. مش لازم تكون ضربة، ممكن تكون سخرية متكررة، كلام بيجرح بس على سبيل المزح، تجاهل مشاعر الطفل واستهزاء بيها، أو استخدام الطفل في الصراعات بين الأبوين. كل ده بيعلم الطفل إنه مش آمن، وإن الناس اللي بتحبهم ممكن تستخدمك. إزاي بيظهر فخ انعدام الثقة في حياتك؟ الشكل الأول، الشك الدائم في نوايا. حد عمل معاك معروف وأول سؤال في دماغك: عايز ايه؟ حد مدحك وقلت لنفسك بيجامل أو عايز حاجة.
حد كان لطيف وحسيت إن في حاجة غلط، مش لأن الناس دي غلطت، لكن لأن الفخ بيفسر كل إيجابي بشك. الشكل التاني صعوبة الانفتاح. مش بتحكي عن نفسك بسهولة، بتحس إن لو الناس عرفت أسرارك هتستخدمها ضدك، وبتفضل على مسافة حتى مع أقرب الناس. الشكل الثالث حساسية شديدة للظلم. بتحس بغضب قوي جدا من أي موقف بيبان فيه إن حد بيلعب عليك، حتى لو الموقف بسيط ردة فعلك أكبر بكتير، لأن مش بس بتستجيب للموقف، بتستجيب لكل مرة اتظلمت فيها من زمان. الشكل الرابع العلاقات المتوترة، حتى مع ناس بتحبهم في توتر تحت السطح، دايما مستعد للدفاع، دايما حاسس إن في حاجة ممكن تحصل والراحة الكاملة صعبة. قصة كريم راجل في 35. أبوه كان إنسان صعب، كان بيستخدم الكلام سلاح. لما بيزعل بيقول كلام بيجرح وبعدين بيرجع كأن مفيش حاجة حصلت. كريم من صغره تعلم إن الناس القريبين ممكن يجرحوا من غير سابق إنذار. كريم الكبير ناجح في شغله، عنده أصدقاء وعلاقات، بس في حاجة غريبة، كل ما علاقة بتتعمق هو بيبدأ يبعد، مش عشان مش بيحب الشخص، لكن عشان جواه بيقوله كل ما اقتربت أكتر كل ما الأذى ممكن يبقى أكبر. وفي الشغل كريم بيفسر كل نقد على إنه هجوم شخصي وبيرد بدفاعية شديدة، وزملائه بيحسوا إنه صعب التعامل معاه. كريم مش صعب، كريم خايف، والخوف ده مش من الناس دول، من ناس اتضربت فيهم الصورة من زمان. فخ العلاقات الرومانسية، فخ انعدام الثقة بيعمل حاجة خاصة في العلاقات الرومانسية، بيخلق دايرة صعبة جدا. لو لقيت شخص آمن وطيب، الفخ بيقولك ده بيمثل، أو انتظر وشوف الحقيقة. ولو لقيت شخص فعلا صعب، الفخ بيقولك شايف كنت عارف. بمعنى إن الفخ بيكسب في الحالتين، سواء الشخص كويس أو مش كويس، الفخ بيلاقي تفسير يأكد نفسه. وده بيخلي الشخص اللي عنده الفخ ده يعيش في حالة تأهب دايم، محدش بيدخل قلبه بسهولة، والوحدة بتبقى أحيانا أريح من الخطر. الفرق بين الحذر الصحي والفخ، لازم نفرق بين حاجتين. الحذر الصحي إنك ما تثقش في أي حد من أول لحظة، ده عاقل وطبيعي. فخ انعدام الثقة إنك ما تثقش في أي حد حتى لو أثبت نفسه مرات كتير، وإنك تفسر كل حاجة إيجابية بشك. الفرق في الأدلة، لو عندك أدلة حقيقية إن الشخص مش أمين، الحذر منطقي. لو مفيش أدلة والشك جاي من جوه لوحده، ده الفخ بيتكلم. إزاي تبدأ تتعامل مع فخ انعدام الثقة؟ أولاً، أفرق بين الماضي والحاضر. لما تحس بالشك اسأل نفسك، الشخص ده عمل حاجة فعلية بتبرر شكي، ولا ده إحساس قديم بيصحى؟ ثانياً، اختبر الثقة بخطوات صغيرة. مش لازم تنفتح على حد بالكامل من أول جلسة، لكن جرب تشارك حاجة صغيرة وشوف كيف بيتعامل معاها. الثقة بتتبني بالتدريج. ثالثاً، لاحظ الأنماط مش اللحظات. شخص واحد غلط في موقف واحد مش معناه إنه زي الباقيين. أبص على النمط الكلي مش على اللحظة المنعزلة. رابعاً، اسمح لنفسك بالغضب القديم. الغضب اللي جوه محتاج يتعبر عنه بطريقة آمنة، مع معالج، في كتابة، في حوار مع نفسك. الغضب اللي ما اتقالش بيتحول لشك في كل حد. خلاصة فخ انعدام الثقة علمك إن الناس بتأذي، وده كان صح في وقت ما، في بيئة معينة، مع ناس معينين. بس دلوقتي مش كل الناس زي بعض، ومش كل قرب معناه خطر، ومش كل حب فيه كمين. الفخ بيحميك من ألم قديم، بس بيحرمك من علاقات ممكن تكون حقيقية وآمنة. وانت تستاهل علاقات فيها أمان، وتستاهل إنك تستريح. الفخ الثالث، فخ الحرمان العاطفي. في ناس لما بتسألهم إيه اللي ناقصك في حياتك، بيفكروا وبيقولوا مش عارف، حياتي كويسة، شغلي تمام، عندي ناس بتحبني، بس في حاجة مش قادر أسميها، حاسس إنها مش موجودة. الحاجة دي ليها اسم، مش فراغ وجودي، مش أزمة فلسفية، هي إحساس إن في حاجة أساسية محدش بيديها لك، إن في جزء منك محدش بيشوفه فعلا، إن في كلام جوه محتاج حد يسمعه، إن في احتياج بيتبلع كل يوم من غير ما يتقال. ده فخ الحرمان العاطفي. إيه هو فخ الحرمان العاطفي؟ يونغ بيعرفه بجملة واحدة: الإيمان العميق إن احتياجاتك العاطفية الأساسية مش هتتلبى أبداً من أي حد. مش لأن الناس وحشة، مش لأن محدش موجود، لكن لأن جوه في إحساس راسخ إن أنت تحديداً مش هتلاقي اللي محتاجه. وده بيخلي الشخص يعيش نوع من الوحدة الغريبة، وحدة وسط الناس. أنواع الحرمان العاطفي، يونغ بيقسم الحرمان العاطفي ل3 أنواع مهمة. النوع الأول
الحرمان من الرعاية والدفء، إحساس إن محدش بيهتم بيك فعلا من جوه. ممكن يكون في ناس بتعمل معاك حاجات، بس الدفء الحقيقي الإحساس إن حد شايفك وبيحس بيك مش موجود. النوع التاني الحرمان من التعاطف والفهم، إحساس إن لما بتتكلم محدش بيفهم فعلا، الكلام بيتسمع بس مش بيتلقى، وبتحس إنك لو اتكلمت عن اللي جواك هيبقى عبء على الشخص التاني. النوع الثالث الحرمان من التوجيه والحماية، إحساس إنك لوحدك في قراراتك، محدش قدامك كان قدوة حقيقية، محدش علمك إزاي تتعامل مع الحياة الصعبة، وبقيت تكتشف كل حاجة لوحدك. من فين بيجي الفخ ده؟ هو هنا المفاجأة. يونج بيقول إن فخ الحرمان العاطفي مش بيجي بس من بيوت فيها مشاكل واضحة، بيجي كمان من بيوت ظاهرها كويس، بيوت فيها أكل وملبس وتعليم، أهل مش وحشين بس باردين عاطفيا، ناس بتعمل واجبها بس مش بتحضن، أهل بيقولوا بنحبك بس ما بيبانش. الطفل في البيت ده ما اتأذاش جسديا بس حس بجوع من نوع تاني، جوع ما تسماش ايه لان مفيش اسم واضح للي بينقصه، وده بيخليه يكبر وهو مش عارف يطلب اللي محتاجه لانه ما تعلمش ان احتياجاته مشروعة. ازاي بيظهر فخ الحرمان العاطفي في حياتك؟ الشكل الاول، مش قادر تطلب، عندك احتياجات بس صعب عليك تقولها، بتحس ان طلب الدعم ضعف، او ان الناس هتزهق منك، او ان محدش اصلا هيفهم فبتبلع وبتكمل. الشكل التاني الاحساس بالوحدة وسط الناس، ممكن تكون في اوضة فيها ناس بتحبهم وبتحس بوحدة غريبة، مش لانهم بعيدين لكن لان في جزء منك حاسس انهم مش شايفينه. الشكل الثالث الاحساس ان علاقاتك سطحية، حتى اعمق علاقاتك بتحس انها مش واصلة لجوه، في حاجز مش دايما واضح بس موجود. الشكل الرابع الحساسية الزائدة من اللامبالاة. لما حد بيبان عليه إنه مش مهتم أو مشغول بتتألم بشكل أعمق من المتوقع، مش لأن الموقف كبير، لأنه بيصحي إحساس قديم وعميق. قصة هالة بنت في 33، أهلها ناس محترمين بيحبوها، ما قصروش معاها، بس في البيت الكلام كان دايما عن الشغل والدراسة والمستقبل، مش عن المشاعر، مش عن إيه اللي جواك، مش عن انت تمام. هالة كبرت وهي شاطرة جدا، بتحل مشاكلها لوحدها وما بتطلبش مساعدة من حد. جوزها بيحبها وبيقول لها كده، بس هالة مش قادرة تصدق، مش لأنه بيكذب لكن لأنه جزء جواها ما تعلمش إن الحب ممكن يوصل. وفي أوقات بتحكي له عن يوم صعب، هو بيسمع ويحاول يساعد، بس هي بتحس إنه مش فاهم فعلا، وبتفضل في وحدتها جنب حد بيحبها. الفخ والعطاء الزائد. في حاجة مثيرة جدا بيقولها يونج عن فخ الحرمان العاطفي. أحيانا اللي عنده الفخ ده بيتحول للمعطي المحترف، بيدي للناس كل حاجة، اهتمام، وقت، دعم، حضور، بس مش بيطلب في المقابل، مش لأنه مش محتاج لكن لأنه في العمق مش مصدق إنه يستاهل، وبيتعب وبيتألم من جوه وبيتسائل ليه الناس ما بتديش زي ما أنا بدي، بس ما بيطلبش عشان خايف الإجابة تكون لأ، واللأ دي بتأكد له الفخ. فأسهل حاجة إنه يفضل يدي ويسكت. إزاي تبدأ تتعامل مع فخ الحرمان العاطفي؟ أولاً اعترف باحتياجاتك. الخطوة الأولى مش إنك تطلب من حد، الخطوة الأولى إنك تعترف لنفسك إنك محتاج، إن الاحتياج العاطفي مش ضعف، ده إنسانية. ثانياً تعلم تطلب بوضوح، مش هينفع حد يعرف محتاج إيه لو ما قلتلوش. الناس مش قارئين أفكار، وصمتك ممكن يتفسر غلط. جرب تقول بوضوح أنا محتاج منك تسمعني دلوقتي. ثالثاً لاحظ اللي موجود. الفرخ بيخليك تشوف النقص وتتجاهل اللي موجود. حاول تلاحظ اللحظات اللي حد فعلا كان موجود ليك حتى لو صغيرة. اللحظات دي حقيقية والفخ بيخليك تمر عليها بسرعة. رابعاً اختار علاقات فيها عمق. مش كل الناس قادرين يدوا العمق اللي محتاجه، وده مش ذنبك ولا ذنبهم، لكن ابحث عن الناس اللي عندهم قدرة الحضور الحقيقي ومنحهم فرصة إنهم يشوفوك. الخلاصة، فخ الحرمان العاطفي بيقولك إن احتياجاتك العاطفية مش هتتلبى، وده خلاك تبلعها أو تنكرها أو تعيش في وحدة هادية وسط الناس. بس الحقيقة احتياجاتك مشروعة، وإنت تستاهل حد يسمعك، وتستاهل حد يشوفك، وتستاهل إنك تحس إنك مش لوحدك. الفخ الرابع، فخ الإقصاء الاجتماعي. تخيل إنك واقف على حافة حفلة كبيرة، الأوضة مليانة ناس، ضحك، كلام، موسيقى، والكل بيتكلم مع الكل، وإنت واقف، مش لأن محدش بيكلمك، مش لأن في حد عمل فيك حاجة، لكن لأن جوه في صوت بيقولك إنت مش من هنا. الصوت ده مش صوت الواقع، هو صوت فخ بيقولك إنك مختلف، وإن المختلف لا ينتمي،
وإن اللي ما بينتميش بيفضل على الحافة دايما. ده فخ الإقصاء الاجتماعي. إيه هو فخ الإقصاء الاجتماعي؟ يونغ بيعرفه بجملة الإحساس العميق إنك مختلف عن الناس، وإنك لا تنتمي لأي مجموعة. مش بالضرورة إنك منبوذ فعلا، مش بالضرورة إن الناس بتتجنبك، لكن في إحساس داخلي إنك على الهامش، إنك شايف الناس من بعيد، إنك بتتفرج على حياة الناس مش بتشاركها. وده بيخلق نوع من العزلة المؤلمة حتى وسط الزحمة. أشكال الاختلاف اللي بيسبب الفخ، يونغ بيقول إن الإحساس بالاختلاف ده بيجي من أشكال كتير. الاختلاف الخارجي الواضح، شكل مختلف، لون مختلف، خلفية اجتماعية أو اقتصادية مختلفة، لكنة مختلفة، إعاقة، مرض مزمن، أي حاجة بتخليك مش زي الباقيين في عين نفسك أو في عين الناس. الاختلاف الداخلي الخفي، وده الأعمق والأصعب، إنك تحس إنك مختلف حتى لو مش باين عليك. تفكيرك مختلف، اهتماماتك مختلفة، طريقة إحساسك بالدنيا مختلفة، وبتحس إنك لو الناس عرفت الحقيقي فيك مش هيفهموا. الاختلاف الظرفي، زي اللي كان الوحيد المطلق في فصل متجوزين، أو الوحيد اللي ما عندوش أطفال بالناس عندهم، أو اللي عاش في بيت مختلف تماماً عن بيوت زمايله. من فين بيجي الفخ ده؟ التنمر في الطفولة أو المراهقة، وده من أقوى مصادر الفخ ده. الطفل اللي اتسخر منه قدام الفصل، اللي اتنمر عليه عشان شكله أو ملابسه أو طريقة كلامه، اللي اتقال له صراحة أنت مش منا. الكلام ده حتى لو اتقال مرة واحدة بيترسخ جوه لسنين. الإحساس بالاختلاف في البيت نفسه، الطفل اللي حس إنه الغريب في عيلته، اللي كان حساس جدا في بيت ما فيهوش مكان للحساسية، اللي كان مبدع في بيت بيقدر العلم بس، اللي كان هادي في بيت ضوضاء. الانتقال المتكرر، طفل اتنقل بين مدارس كتير أو مدن كتير، وكل ما بدأ يتكيف انتقل، وما تعلمش إزاي يبني انتماء، لأن الانتماء دايما كان مؤقت. إزاي بيظهر فخ الإقصاء في حياتك؟ الشكل الأول، تجنب التجمعات الاجتماعية. بتحس بقلق قبل أي حفلة أو تجمع، وبتلاقي نفسك بتدور على سبب تتغيب. مش كسل، لكن خوف من إنك تحس تاني بإنك مش منهم. الشكل التاني، الأداء الاجتماعي. بتدخل التجمعات بس بتلعب دور، بتتكلم وبتضحك وبتبان تمام، بس من جوه حاسس إنك بتمثل وبتتعب من التمثيل، وبتخرج وإنت أرهقت مش اتبسطت. الشكل الثالث، صعوبة الشعور بالانتماء حتى مع ناس بتحبهم. في إحساس إنك زيارة مش إنك جزء، وده بيخليك تحافظ على مسافة حتى مع أقرب الناس. الشكل الرابع، المقارنة المستمرة. دايما بتقارن نفسك بالناس، وبتحس إنهم أكثر انتماءً، أكثر قبولاً، أكثر طبيعية، وإنت دايما على الهامش. قصة عمر ولد كان حساس وذكي جدا من صغره. في المدرسة كان بيفكر بطريقة مختلفة عن زمايله، اهتماماته مختلفة، أسئلته مختلفة، وزمايله ما فهموهوش. مش اتنمر عليه بشكل واضح، بس كان دايما على الهامش، مش في المجموعة الوسط، مش اللي بيلفوا حواليه. عمر كبر وبقى متميز في شغله، ناجح، محترم، بس في كل اجتماع، في كل حفلة، في كل تجمع بيحس بنفس الإحساس القديم، أنا مش من هنا. وبيبدأ يتكلم أقل ويبتسم أكتر ويتمنى الوقت يعدي بسرعة. عمر مش خجول، عمر عنده فخ بيقوله إن مكانه مش وسط الناس. الاختلاف لعنة ولا هبة؟ يونغ بيقول حاجة مهمة جدا هنا، الاختلاف نفسه مش المشكلة، المشكلة هي التفسير. في ناس اتعلموا ان اختلافهم جمال وبقى مصدر قوتهم، وفي ناس اتعلموا ان اختلافهم عيب وبقى مصدر ألمهم. نفس الاختلاف، تفسيرين مختلفين، حياتين مختلفتين. الفخ مش في انك مختلف، الفخ في انك اتعلمت ان الاختلاف معناه انك مش مستاهل الانتماء. والمفارقة الجميلة، وهنا بيجي اجمل جزء، الناس اللي عندهم فخ الإقصاء في الغالب ناس مميزة فعلا، عندهم عمق، عندهم حساسية، عندهم طريقة في التفكير مختلفة، وده اللي خلاهم يحسوا بالاختلاف من الأساس. بس نفس الاختلاف ده هو اللي بيخليهم يضيفوا حاجة تانية للعالم لو سمحوا لنفسهم. المشكلة مش في الاختلاف، المشكلة في إنهم لسه بيشوفوه بعيون الطفل اللي اتسخر منه. إزاي تبدأ تتعامل مع فخ الإقصاء الاجتماعي؟ أولاً، ابحث عن قبيلتك. مش لازم تنتمي لكل الناس، لكن في ناس في الدنيا زيك، عندهم نفس الاهتمامات، نفس طريقة التفكير، نفس العمق. ابحث عنهم مش في كل مكان، في الأماكن اللي بتناسبك. ثانياً،
جرب تكون حاضر بدل ما تكون ناقد. في التجمعات بدل ما تقضي الوقت بتراقب وبتحكم على نفسك، جرب تكون حاضر فقط، تسمع، تلاحظ، تشارك بحاجة صغيرة. الانتماء بيبدأ بخطوة صغيرة. ثالثاً، تحدى التفسير. لما تحس أنا مش منهم، اسأل نفسك الدليل إيه؟ في حاجة حصلت دلوقتي بتقول كده، ولا ده الفخ بيتكلم؟ رابعاً، اعترف بقيمة اختلافك. أنت مش ناقص لأنك مختلف، أنت مختلف، وده حاجة ليها قيمة. القيمة دي محتاج تشوفها أنت الأول قبل ما تنتظر الناس يشوفوها. الخلاصة، فخ الإقصاء بيقولك إنك مش من هنا، وإن الاختلاف معناه إنك على الهامش. بس الحقيقة الانتماء مش بيجي لما تبقى زي الكل، الانتماء بيجي لما تلاقي الناس اللي يقدروا يشوفوا فيك أنت، وفي ناس دول محتاج بس تسمح لنفسك إنك تدور عليهم. الفخ الخامس، فخ الاعتمادية. في حكاية قديمة عن فيل صغير. لما الفيل بيكون صغير بيربطوه بحبل رفيع في وتد صغير. الفيل بيحاول يهرب، بيشد، بيحاول، بس ما بيقدرش، وبعد وقت بيقف عن المحاولة. الفيل بيكبر، بيبقى ضخم وقوي، قادر يقلع شجر بجسمه، بس الحبل الرفيع والوتد الصغير لسه موجودين. والفيل ما بيحاولش يهرب، مش لأنه مش قادر، لكن لأنه اتعلم من زمان إنه مش قادر. ده بالظبط فخ الاعتمادية. مش قصة فيل، قصة إنسان بيحمل قوة جوه وما بيصدقش إنها موجودة. إيه هو فخ الاعتمادية؟ يونغ بيعرفه بجملة واحدة: الإيمان العميق إنك مش قادر تتعامل مع مسؤوليات الحياة اليومية من غير مساعدة حد تاني. مش معناه إنك بتطلب مساعدة، ده طبيعي وكويس، لكن معناه إنك مش قادر تاخد قرار من غير ما حد يوافق، مش قادر تعمل حاجة جديدة من غير ما حد يطمنك، ومش قادر تواجه تحدي من غير ما تحس إنك محتاج حد جنبك. الإحساس ده مش كسل، مش ضعف في الشخصية، هو فخ اتبنى من صغر. من فين بيجي فخ الاعتمادية؟ السبب الأول، الحماية الزايدة. أهل بيحبوا قوي وخوفهم على الطفل خلاهم يعملوا عنه كل حاجة، ما سمحوش يجرب، ما سمحوش يغلط، ما سمحوش يتعلم من الفشل، والطفل نشأ وهو مش عارف ازاي يعتمد على نفسه لأن محدش علاه. السبب التاني، الإشارات المتكررة إنه مش كفء، انت لسه صغير، انت مش هتعرف، خليني أنا أعمل ده، انت بتغلط دايما. الطفل اللي بيسمع الكلام ده كتير بيصدقه، وبيكبر وهو مصدق انه فعلا مش هيعرف. السبب الثالث، بيئة مليانة قلق. لو الأهل كانوا خايفين دايما على كل حاجة، الطفل بيتعلم ان الدنيا مكان صعب وخطير، وانه يحتاج حماية دايما، وده بيخليه يبحث عن الحامي طول عمره. إزاي بيظهر فخ الاعتمادية في حياتك؟ الشكل الأول، صعوبة اتخاذ القرارات. حتى القرارات الصغيرة بتتأخر فيها، بتحتاج رأي ناس كتير، وبعد ما باخد القرار بتفضل قلقان إنك غلط. والقرارات الكبيرة ممكن تتأجل لأجل مش مسمى. الشكل التاني، البحث الدائم عن الشخص القوي في علاقاتك. بتتجاذب لناس يبدو واثقين وقادرين، مش عشان بتحبهم بس، لكن عشان بيحسسوك بأمان، وبتعتمد عليهم في حاجات ممكن تعملها بنفسك. الشكل الثالث، الخوف من الاستقلالية. لما تتاح ليك فرصة تعمل حاجة لوحدك بتحس بقلق مش منطقي، مش خوف من الفشل بالضرورة، لكن خوف من إنك لوحدك. الشكل الرابع، طاقة منخفضة في مواجهة التحديات. لما بتيجي تحدي جديد، أول إحساس جواك أنا مش هعرف أعمل ده حتى قبل ما تجرب، وبتدور على حد يعملها عنك أو معاك حتى لو في الحقيقة قادر تعملها لوحدك. قصة سلمى بنت في 26. أمها كانت بتحبها جدا، وكانت بتعمل عنها كل حاجة، من لبسها لأكلها لواجبها لقراراتها. سلمى ما اتعلمتش ازاي تعمل حاجات لوحدها، مش لأنها مش ذكية، هي ذكية جدا، لكن لأن ما تأحلهاش فرصة. سلمى دلوقتي في أي موقف جديد بتتصل بأمها: أمي أعمل إيه؟ أمي رأيك إيه؟ أمي بخاف. وأمها من حبها بتجاوب على طول. بس سلمى من جوه حاسة بحاجة بتضايقها، حاسة إنها مش كاملة، إنها محتاجة حد دايما عشان تعدي يومها. وكل ما حاولت تعمل حاجة لوحدها، الصوت اللي جوه بيقول لها أنت مش هتعرفي، وترجع لأمها. سلمى مش كسلانة، سلمى فيها فخ، وتبنى بمحبة كاملة من غير ما حد يقصد. الاعتمادية والعلاقات. فخ الاعتمادية بيعمل حاجة خاصة جدا في العلاقات، بيخلي الشخص يدخل في علاقات مش عشان الحب بس، لكن عشان الأمان. وده فرق كبير جدا. لما العلاقة مبنية على الأمان مش على الحب، الشخص بيفضل في علاقات حتى لو مش سعيد، لأن الخروج منها معناه إنه هيبقى لوحده، والوحدة مرعبة، وبيقبل معاملة مش كويسة، وبيتنازل عن حاجات مهمة عشان بس يفضل في أمان الوجود مع حد. الاعتمادية والنجاح. وهنا حاجة مثيرة جدا يذكرها يونغ. في ناس عندهم فخ الاعتمادية وناجحين في شغلهم. إزاي؟
لأن الفخ مش بيظهر في كل المجالات بنفس القوة. ممكن شخص يكون واثق في تخصصه وعنده فخ الاعتمادية في علاقاته، أو العكس، الفخ بيظهر بقوة في المجالات اللي فيها جهل أو تجربة قليلة. اللي اتعلمه واتمرن عليه بيعمله بثقة، اللي ما اتعلموش بيحس فيه بعجز. وده مهم عشان تعرف إن فخ الاعتمادية مش وصف ليك كله، هو وصف الأجزاء معينة اتأثرت. إزاي تبدأ تتعامل مع فخ الاعتمادية؟ أولاً، ابدأ بخطوات صغيرة. مش لازم تحل أكبر مشكلة في حياتك لوحدك من أول يوم. ابدأ بقرار صغير من غير ما تسأل حد، وشوف إيه اللي بيحصل. في الغالب هتلاقي إنك كنت قادر. ثانياً، لاحظ الصوت اللي بيقولك مش هتعرف. الصوت ده مش صوتك الحقيقي، هو صوت الفخ، وكل مرة بتلاحظه بتكسر جزء من سيطرته. ثالثاً، جرب واغلط. الغلطة مش نهاية الدنيا، الغلطة درس، والشخص اللي اتعلم من غلطاته أقوى بكتير من اللي ما اتعلمش عشان ما جربش. رابعاً، قلل الاستشارة التلقائية. مش معناه ما تستشيرش خالص، لكن قبل ما تتصل أو تسأل، اسأل نفسك الأول: أنا فعلاً مش قادر أعمل ده ولا بس خايف؟ الإجابة دي بتغير كل حاجة. الخلاصة، فخ الاعتمادية بيقولك إنك مش قادر، وده خلاك تدور على حد يعمل عنك أو يوافق عنك أو يقرر عنك. بس الحقيقة، القوة اللي بتدور عليها في حد تاني موجودة جواك. اتبنت غلط إنك مش قادر، وممكن تتعلم إنك قادر. خطوة صغيرة، قرار واحد، وشوف الفيل اللي جواك لما يكتشف إن الحبل رفيع. الفخ السادس، فخ الهشاشة والخوف. في ناس لما بتسألهم إيه أكتر حاجة بتخوفك، ما بيقولوش حاجة واحدة، بيقولوا كل حاجة. خايفين من المرض، خايفين من الحوادث، خايفين من الفقر، خايفين من إن حاجة تحصل لأقاربهم، خايفين من المستقبل، خايفين من المجهول. وبتسألهم في حاجة حصلت دلوقتي بتبرر الخوف ده، بيقولوا لأ، بس ممكن تحصل. ده مش حذر طبيعي. الحذر الطبيعي بيجي لما فيه خطر حقيقي. ده خوف من خطر لسه ما جاش وممكن ما يجيش أبدا، بس الإحساس بيه حقيقي ومؤلم وبياكل من الداخل. ده فخ الهشاشة والخوف. إيه هو فخ الهشاشة والخوف؟ يونج بيعرفه بجملة: الخوف المبالغ فيه والمستمر من إن كارثة هتحصل في أي وقت وإنك مش هتقدر تتحملها. جزئين مهمين في التعريف ده. أولاً، الخوف من الكارثة مش خوف من حاجة محددة، خوف عام ومستمر إن في حاجة وحشة جاية. ثانياً، الإحساس إنك مش هتقدر تتحمل، مش بس إن الكارثة هتحصل، لكن إنك هتنهار لو حصلت. والإحساسين دول مع بعض بيخلقوا حالة من التأهب الدائم. جسمك في حالة طوارئ حتى لو مفيش طوارئ. من فين بيجي فخ الهشاشة والخوف؟ السبب الأول، أهل قلقانين بطبيعتهم. لو كبرت في بيت فيه أب أو أم خايفين دايماً، بيتكلموا عن الأمراض، بيحذروا من كل حاجة، بيشوفوا الأخطار في كل مكان. الطفل اتعلم إن الدنيا مكان خطير، وإن فيه كوارث بتستنى، وإنه لازم يبقى مستعد. السبب التاني، صدمة حقيقية في الطفولة، مرض مفاجئ، حادثة، فقدان، أزمة مالية مفاجئة. أي حدث صعب حصل من غير إنذار علم الطفل إن الحياة مش آمنة، وإن الكارثة ممكن تيجي في أي وقت. السبب الثالث، التضخيم المستمر للمخاطر. أهل كانوا بيكبروا الأخطار: ما تمشيش في الشارع ده خطر، ما تاكلش ده هتتمرض، الدنيا دي مش أمان. والطفل اتعلم إن أي حاجة ممكن تبقى خطر، وبنى رادار حساس جدا للتهديدات. أشكال الخوف في فخ الهشاشة. يونج بيقول إن الخوف في الفخ ده بيجي في أشكال كتير. خوف من الأمراض والصحة، أي أعراض بسيطة بتتحول في دماغه لمرض خطير. صداع بسيط، ورم، تعب عادي، حاجة خطيرة، وبيدور على الطمأنينة من الدكاترة، وحتى لو طمنوه الطمأنينة مش بتدوم. خوف من الكوارث المالية، حتى لو وضعه المالي كويس دايما خايف من الإفلاس، مش بيصرف براحة وبيحسب كل حاجة من خوف مش من حكمة. خوف على الناس القريبين، دايما خايف على أهله وولاده وناس بيحبهم، بيتصل عليهم كتير وبيتخيل سيناريوهات وحشة لو اتأخروا. خوف من العالم الخارجي، السفر، الأماكن الجديدة، التجارب غير المألوفة، كل ده بيحسسه بخطر وبيفضل في منطقة الأمان حتى لو الأمان ده بيضيع حياته. قصة وليد راجل في 40. أمه كانت قلقانة جدا على صحته من صغره، أي حاجة بتحصل له بتاخده على الدكتور، أي وجع كانت بتخاف إنه حاجة خطيرة. وليد كبر وهو شايل نفس القلق. دلوقتي وليد ما بيقدرش ياخد قرار بسهولة. قبل أي سفر بيفكر في كل اللي ممكن يحصل غلط.
قبل أي مشروع جديد بيفكر في كل سيناريوهات الفشل، وعنده ولد صغير وقلقه عليه بياكله. بيصحى الصبح وأول سؤال في دماغه إيه اللي ممكن يحصل النهاردة؟ مش النهاردة هيبقى إيه، لأ، إيه اللي ممكن يحصل غلط؟ وليد ما بيعيش الحياة، هو بيستعد للكارثة طول الوقت. تمن فخ الهشاشة. يونغ بيقول إن فخ الهشاشة بيكلف الشخص تمن غالي جدا. أولا، إرهاق مستمر، الجسم اللي في حالة تأهب دايم بيتعب، القلق المستمر بيستنزف طاقة هائلة، والشخص بيحس بتعب من غير ما يكون عامل حاجة. ثانيا، حياة أضيق، كل ما الخوف كبر الحياة بتضيق، بيبعد عن التجارب الجديدة، بيتجنب المخاطرة الطبيعية، وبيفضل في دايرة صغيرة آمنة لكن محدودة. ثالثا، تأثير على الناس حواليه، القلق الزائد بينتقل، لو عنده أولاد بيتعلموا نفس الخوف، لو في علاقة شريكه بيتعب من القلق المستمر. الفرق بين القلق الطبيعي وفخ الهشاشة: القلق الطبيعي بيجي لما في خطر حقيقي وبيروح لما الخطر يروح. فخ الهشاشة القلق موجود دايما حتى لو مفيش خطر. القلق الطبيعي بيساعدك تتصرف وتواجه، فخ الهشاشة بيشلك، بيخليك تتجمد أو تهرب. القلق الطبيعي بيتناسب مع حجم الموقف، فخ الهشاشة الاستجابة دايما أكبر بكتير من الموقف. إزاي تبدأ تتعامل مع فخ الهشاشة والخوف؟ أولا، لاحظ السيناريوهات الكارثية. لما دماغك يبدأ يبني سيناريو وحش، وقف واسأل نفسك الاحتمال الحقيقي لده إنه يحصل إيه؟ في الغالب الاحتمال أصغر بكتير من الإحساس. ثانيا، جرب التعرض التدريجي للخوف، مش معناه تعمل حاجة بتخوفك من أول يوم، لكن خطوات صغيرة جدا. سافر مكان قريب، جرب تجربة جديدة بسيطة، كل خطوة صغيرة بتعلم دماغك إن الخطر مش دايما حقيقي. ثالثا، توقف عن البحث عن الطمأنينة. البحث عن الطمأنينة يبان إنه بيساعد، بس في الحقيقة بيزود القلق على المدى البعيد، لأنه بيأكد للدماغ إن في خطر محتاج تتأكد منه. رابعاً، ابن ثقة في قدرتك على التحمل. الجزء الثاني من الفخ إنك مش هتقدر تتحمل، وده لازم يتحدى. فكر في مواقف صعبة عديت بيها قبل كده، انت اتحملت، انت عديت، وهتعدي تاني. الخلاصة، فخ الهشاشة بيقولك إن الكارثة جاية وإنك مش هتقدر تتحملها، وده خلاك تعيش في تأهب دايم وتضيع حياتك خوفا من حاجة في الغالب مش جاية. بس الحقيقة انت أقوى مما بتتخيل، عديت حاجات صعبة قبل كده وقدرت. الحياة مش محتاجة تتعايش بخوف، محتاجة تتعايش، وإنت تستاهل تعيشها كاملة. الفخ السابع، فخ العيب والنقص. في سر، كل واحد فينا عنده سر. مش سر حصلت له حاجة، مش سر عمل حاجة غلط، سر من نوع تاني، سر بيقول لو الناس عرفت الحقيقي فيا مش هتقبلني. ده السر اللي بيحمله اللي عنده فخ العيب والنقص، إحساس عميق إن في حاجة فيه غلط، مش في سلوكه، مش في قراراته، في هو نفسه، إنه في الأساس ناقص، وإن القبول اللي بياخده من الناس مبني على صورة مش حقيقية، وإن لو شافوا الحقيقي فيه هيبعدوا. طب إيه هو فخ العيب والنقص؟ يونغ بيعرفه الإحساس العميق إنك معيب وناقص وغير مستحق للحب في جوهرك أنت. مش عملت حاجة غلط، لكن أنا غلط. الفرق ده ضخم جدا. عملت حاجة غلط ممكن تتصلح، أنا غلط إحساس إنه في الجوهر مفيش حاجة تتصلح. من فين بيجي فخ العيب والنقص؟ السبب الأول النقد المستمر في الطفولة. أب أو أم كان دايما شايف العيب، أنت مش كفء، أنت مش زي أخوه، أنت بتخزل، أنت مش زي الناس. الطفل الصغير ما عندوش أدوات يرد بيها على الكلام ده، وبيصدقه وبيبنيه جزء من هويته. السبب التاني الإهمال أو الرفض. لما الطفل بيحس إنه مش مرغوب فيه، سواء بتجاهل صريح أو بمقارنة دايمة بأخ أو أخت أو بإحساس إن وجوده عبء، الطفل بيفهم لو كنت كافي كانوا هيحبوني أكتر. السبب الثالث الإساءة والإهانة، الكلام الجارح المتكرر، السخرية من الشكل أو الذكاء أو الطريقة، الإذلال قدام الناس. كل ده بيحفر جوه الطفل إحساس إنه أقل. إزاي بيظهر فخ العيب والنقص في حياتك؟ الشكل الأول الخوف من الانكشاف. بتحس إن لو الناس اقتربت أكتر هتشوف العيوب، وده بيخليك تحافظ على مسافة حتى مع ناس بتحبهم، وبتلبس أقنعة في كل مكان تقريبا. الشكل الثاني الحساسية الشديدة من النقد. أي نقد حتى لو بناء وبحب بيوصل جواك تأكيد للإحساس القديم، شايف أنا فعلا معيب، وردة الفعل بتكون إما انهيار أو دفاعية شديدة. الشكل الثالث المقارنة المستمرة بالآخرين. دايما بتقارن نفسك بالناس،
وفي الغالب بتطلع من المقارنة أقل، لأن الفف بيختار المقارنة اللي بتأكده. الشكل الرابع صعوبة قبول المديح. لما حد بيمدحك مش بتصدق، بيجامل، مش شايفني صح، لو عرف الحقيقي كان مش هيقول كده. المديح ما بيوصلش لأن الفخ بيفلتره. الشكل الخامس العلاقات غير المتكافئة. بتدخل علاقات مع ناس أحسن منك في إحساسك وبتحاول تثبت قيمتك دايما، أو بتقبل معاملة مش كويسة عشان في جزء منك حاسس إنك مش مستاهل أحسن. قصة آدم راجل في 35. من صغره أبوه كان إنسان قاسي في كلامه، مش بيضرب بس بيتكلم بطريقة بتجرح. أنت فاشل، أنت مش رجل، أنت مخزي. آدم اتعلم الكلام ده وحطه جوه. دلوقتي آدم ناجح في شغله وعنده أصدقاء وعنده حياة كويسة من بره، بس في جوه لما بيبقى لوحده، لما الأوضة بتهدى، لما الشغل بيخلص والمشاغل بتروش، بيجيله إحساس واحد: أنا مش كافي. وبيشتغل أكتر عشان يسكته، وبيحقق أكتر عشان يثبته، وبيفضل في حركة عشان لما بيقف الإحساس ده بيصحى. آدم مش بيعيش حياته، هو بيجري من إحساس جواه، من إحساس اسمه أنا معيب، العيب والنقص والغرور. وهنا بيجي اللي ذكرناه قبل كده في الفصول الأولى. أحياناً فخ العيب والنقص بيظهر في صورة معاكسة تماماً. الشخص مش بيبان إنه حاسس بنقص، بيبان واثق ومتكبر ومتميز. ده الهجوم المضاد، درع ضخم عشان محدش يقرب من الجرح. وكل ما الغرور أكبر وأضخم، كل ما الجرح من تحته أعمق وأقدم. مش كل متكبر واثق من نفسه، وأحياناً أكتر ناس بتبان واثقة هي الأكثر ألماً من جوه. الفخ والحب. فخ العيب والنقص بيعمل حاجة قاسية جداً في العلاقات، بيخلي الشخص مش قادر يصدق إنه محبوب، لأن الحب في عقله مشروط بإنه يبانه كامل، وهو عارف إنه مش كامل. فالحب اللي بيجيه إما بيشك فيه، أو بيحس إنه مؤقت، أو بيحس إنه مستناه يقع، وده بيخلق مسافة بينه وبين أقرب الناس. بيتمنى الحب وبيخاف منه في نفس الوقت. إزاي تبدأ تتعامل مع فخ العيب والنقص؟ أولاً، فرق بين أنا غلطت وأنا غلط. الأول سلوك ممكن يتغير، التاني هوية، وده الفخ بيتكلم. لما تغلط قول عملت حاجة غلط، مش أنا غلط. ثانياً، لاحظ الصوت الناقد جواك، الصوت اللي بيقولك أنت معيب، مش صوتك الحقيقي، ده صوت اتعلمته من حد في الماضي وبقى جزء منك من غير ما تختار. لما تسمعه قول لنفسك ده صوت الفخ مش الحقيقة. ثالثاً، جرب الانكشاف التدريجي. مع شخص واحد آمن شارك حاجة حقيقية عن نفسك، مش أعمق أسرارك من أول مرة، لكن حاجة حقيقية، وشوف كيف بيستقبلها. التجربة دي بتكسر جزء من الخوف من الانكشاف. رابعاً، ابني علاقة رحيمة مع نفسك. الرحمة على الذات مش دلعة، هي إنك تتعامل مع نفسك بنفس الرفق اللي بتتعامل بيه مع صاحبك لما بيغلط. لو صاحبك غلط مش هتقوله أنت معيب ومش كفء، أنت تستاهل نفس الرفق ده. الخلاصة، فخ العيب والنقص بيقولك إنك في جوهرك ناقص، وإن لو الناس شافت الحقيقي فيك هتبعد، وده خلاك تلبس أقنعة وتجري من نفسك وتقبل أقل مما تستاهل. بس الحقيقة العيوب اللي بتخاف منها إنسانية، والناس اللي بتحبك فعلا بتحبك بيها ومعاها. مش محتاج تكون كامل عشان تستاهل الحب، انت زي ما انت كافي. الفخ الثامن، فخ الفشل. في باب عادي مش كبير، مش مقفول بالمفتاح، بس في حد واقف قدامه ومش قادر يفتحه. مش لأنه مش عارف يفتح الأبواب، مش لأن إيده مش واصلاله، لكن لأن في صوت جوه بيقوله لو فتحته هتلاقي إنك فاشل. فأسهل حاجة إنه يفضل واقف قدام الباب من غير ما يفتحه. ده فخ الفشل، مش الفشل الحقيقي، لكن الإيمان المسبق إن الفشل حتمي، وإن أحسن طريقة تتجنب الفشل إنك ما تجربش. إيه هو فخ الفشل؟ يونج بيعرفه الإيمان الراسخ إنك فاشل وهتفشل في التحصيل، في الشغل، في الإنجاز، مقارنة بالناس من حواليك. مش بالضرورة إنك فشلت فعلا، لكن في يقين جوه إن الفشل هو نتيجتك الطبيعية، وده اليقين ده بيأثر على كل خطوة، على كل قرار، على كل فرصة. من فين بيجي فخ الفشل؟ السبب الأول التوقعات العالية جدا. أهل كانت عندهم معايير مش ممكن الطفل يوصلها، وكل ما وصل لحاجة السقف اترفع، والرسالة اللي وصلت
اللي بتعمله مش كافي أبداً. وبعد وقت الطفل بدل ما يحاول يوصل بدأ يشيل يقين إنه هيفشل أصلاً. السبب الثاني المقارنة المستمرة بأخ أو أخت أو حد تاني. شوف أخوك بياخد كام في الامتحان، بنت فلان أحسن منك في كذا، أنت لو كنت زي فلان. المقارنة دي بتبني إحساس إن في ناس ناجحة بطبيعتها وانت مش منهم. السبب الثالث نقد مستمر وغياب التشجيع. طفل ما سمعش أحسنت كافي، طفل كل اللي بيعمله بيتنتقد، طفل ما عندوش حد قال له أنا فخور بيك. الطفل ده بيكبر وهو مش عارف يصدق إنه قادر. السبب الرابع إعاقة تعليمية غير مكتشفة. أحيانا الطفل عنده صعوبة تعلم زي عسر القراءة مثلا ومحدش اكتشفها وفسروا صعوبته على إنها كسل أو مش ذكي، والطفل صدق التفسير ده وبنى فخ الفشل على أساسه. إزاي بيظهر فخ الفشل في حياتك؟ الشكل الأول تجنب التحديات الجديدة. أي فرصة جديدة أول إحساس مش هينجح فبتتجنب أو بتأجل أو بتدور على أسباب إن الفرصة دي مش مناسبة. الشكل التاني التسويف والتأجيل، مش كسل لكن خوف مقنع، لأنك لو ما بدأتش ما فشلتش، والتأجيل بيحميك من مواجهة اليقين اللي جواك. الشكل الثالث التقليل من إنجازاتك. لما بتنجح مش بتصدق كان حظ، المهمة كانت سهلة، أي حد كان هيعمل كده. الفخ مش بيسيبك تمتلك نجاحك. الشكل الرابع المقارنة اللي بتخسر فيها دايما بتلاقي حد أحسن منك تتقارن بيه وبتشيل إحساس إنك متأخر أو إنك مش بمستوى. الشكل الخامس الإفراط في العمل أو الاستسلام التام. الاتنين واجهين لنفس الفخ، إما بتشتغل بجنون عشان تثبت إنك مش فاشل، وإما بتستسلم تماما وتقول فايدة إيه. قصة نادين بنت في 30. من صغرها أخوها الأكبر كان النجم في البيت، شاطر في الدراسة، ناجح، بيتمدح دايما. ونادين كانت كويسة بس مش نجمة، وأبوها من غير ما يقصد كان دايما بيقارن، أخوك عمل كده أنت إمتى؟ نادين كبرت وهي حاملة إحساس إنها تانية مش الأولى، مش النجمة، مش الكافية. دلوقتي نادين عندها موهبة حقيقية في الكتابة، ناس كتير قالوا كده، وعندها فكرة لكتاب من 2 بس الكتاب لسه في دماغها. كل ما قعدت تكتب الصوت جه، مين هتكوني انت؟ في ناس احسن منك بكتير، الكتاب ده هيطلع فاشل. وقامت من الكراسة وفضل الكتاب في دماغها. ونادين فضلت بتتمنى الفشل والخوف من النجاح. وهنا يونج بيذكر حاجة مفاجأة جدا، في ناس عندهم فخ الفشل، بيخافوا من النجاح. ازاي؟ لأن النجاح بيكسر الصورة اللي اتبنت عن النفس. لو نجحت معناه ان الصورة اللي بنتها عن نفسك غلط، والدماغ بيقاوم كسر أي صورة راسخة حتى لو الصورة بتأذيه. وكمان النجاح بيجيب توقعات أعلى، وتوقعات أعلى معناها إمكانية فشل أكبر. فأحيانا اللاوعي بيخرب النجاح، بيأجل، بيتعرقل، بيعمل أخطاء في آخر لحظة. مش لأن الشخص مش عايز ينجح، لكن لأن النجاح مخيف أكتر من الفشل. الفخ والهوية. يونج بيقول حاجة مهمة جدا، فخ الفشل بيبقى جزء من هوية الشخص. أنا مش ناجح بيبقى مش بس إحساس، بيبقى أنا، وده بيخلي التغيير مش بس صعب لكن مخيف، لأن لو اتغيرت مين هتبقى؟ الهوية القديمة حتى لو مؤلمة مألوفة، والمألوف أريح من المجهول حتى لو المجهول أحسن. باسم إزاي تبدأ تتعامل مع فخ الفشل؟ أولاً عرف الفشل بشكل صحيح. الفشل مش ضد النجاح، الفشل خطوة في طريق النجاح. كل ناجح في التاريخ فشل قبل ما ينجح. الفشل مش نهاية، ده بيانات بتساعدك تتعلم. ثانياً ابدأ بحاجة صغيرة جدا، مش لازم تبدأ بأكبر حلمك، ابدأ بخطوة صغيرة وخليها تنجح. كل نجاح صغير بيبني دليل معاكس للفخ وبيعلم دماغك إن النجاح ممكن. ثالثاً امتلك نجاحاتك. لما تنجح وقف وقول لنفسك أنا عملت ده، مش حظ، مش سهل، انت. الفخ بيسرق نجاحاتك مش تسيبه. رابعاً افرق بين أنا فاشل وفشلت في حاجة. الأول هوية، التاني حدث. الحدث بيعدي، الهوية لو سبتها بتفضل. خامساً تحدى المقارنة. لما تقارن نفسك بحد اسأل نفسك أنا بقارن رحلتي كلها بلحظة معينة في رحلة حد تاني، ده مش عدل ومش حقيقي. الخلاصة فخ الفشل بيقولك إنك فاشل قبل ما تجرب، وده خلاك تتجنب وتأجل وتقلل من نفسك. بس الحقيقة الفشل الوحيد الحقيقي هو إنك ما تجربش. الباب اللي واقف قدامه مش محتاج ضمان إنك هتلاقي نجاح من وراه، محتاج بس إنك تفتحه، وإنت قادر تفتحه. الفخ التاسع، فخ الإخضاع. في كلمة كتير مننا بيقولها،
كلمة بسيطة من حرفين. لما بنكون موافقين فعلا. لما بنكون مش موافقين بس بنخاف نقول لأ. لما بنكون تعبانين ومش عايزين نزعج حد. لما بنكون جوه بنصره وبره بنبتسم. في ناس دي مش اختيار، هي الطريقة الوحيدة اللي اتعلموا يتعاملوا بيها مع العالم. إنك تقول تفضل، وإنك تقول لأ الدنيا بتأجلع. ده فخ الإخضاع. إيه هو فخ الإخضاع؟ يونغ بيعرفه التنازل المستمر عن إرادتك واحتياجاتك ومشاعرك لتجنب العواقب أو إرضاء الآخرين. مش معناه إنك بتتعاون أو بتكون لطيف، ده حلو وكويس، لكن معناه إنك بتلغي نفسك عشان الآخرين يريحوا، إنك بتحس إن احتياجاتك مش مهمة، وإن رأيك مش مهم، وإن مشاعرك مش مهمة، إن المهم إن الناس التانية تبقى تمام. نوعان من الإخضاع. يونغ بيقسم فخ الإخضاع لنوعين. النوع الأول إخضاع الاحتياجات، بتتنازل عن احتياجاتك عشان تلبي احتياجات الآخرين، بتشيل همومهم وبتنسى همومك، بتحط نفسك في الآخر دايما. النوع التاني إخضاع المشاعر، بتكتم مشاعرك خصوصا الغضب، لأنك اتعلمت إن التعبير عن الغضب خطر، فبتبتسم وجواك بتحترق. من فين بيجي فخ الإخضاع؟ السبب الأول الأهل المتسلطين، أب أو أم كان كلامه أمر، أنت بتعمل اللي أنا بقوله، رأيك مش مهم، ما تتكلمش لما الكبار بيتكلموا. الطفل اتعلم إن صوته خطر وإن الأمان في الصمت والطاعة. السبب الثاني البيئة العقابية، كل ما الطفل عبر عن رأي أو احتياج اتعاقب بالصراخ، بالعقاب، بالتجاهل، بالحرمان. والطفل اتعلم إن التعبير عن النفس بيجيب عواقب، فأحسن حاجة إنه يبقى غير مرئي. السبب الثالث تحمل مسؤولية عاطفية كبيرة، طفل اتعلم إنه مسؤول عن مشاعر أبويه، ما تخليكيش أمك تزعل، شايل هم أبوك، أنت الكبير لازم تتحمل. الطفل ده كبر وهو حاسس إن مشاعر الناس مسؤوليته، وإن راحتهم أهم من راحته. قصة رانيا ست في 35. من صغرها أمها كانت امرأة صعبة المزاج. لما رانيا كانت بتعبر عن رأيها أمها بتزعل، لما كانت بتطلب حاجة بتحس إنها مثقلة، لما كانت بتقول لأ البيت كان بيتقلب. رانيا اتعلمت درس واحد، راحتك في راحة الناس. دلوقتي رانيا في شغلها بتعمل شغل ناس تانية من غير ما تطلب حاجة في المقابل. في بيتها بتعمل كل حاجة، وجوزها مش لأنه وحش لكن لأنه اتعود، وهي ما قالتش إنها تعبانة. وعند أهلها دايما الكل بيطلب منها، ودايما هي موجودة، ومحدش بيسألها انت تمام، وهي ما بتسألش، لأن السؤال ده بيبان أنانية. رانيا من جوه تعبانة جدا، بس لو سألتها دلوقتي ايه اللي محتاجاه هتفكر وهتقول مش عارفة، لأنها نسيت. الإخضاع والغضب المكبوت. يونغ بيقول إن الغضب المكبوت ده أخطر أعراض فخ الإخضاع، لأن الغضب في الأصل طاقة صحية، بيقولك إن في حاجة مش تمام وإن في حد تجاوز حدودك. لما الغضب ده ما يتعبرش بطريقة صحية بيصحى في أوقات مش متوقعة، انفجار في موقف بسيط، سلبية وانسحاب مفاجئ، أو بيتحول على الجسم بيحمل اللي ما اتقالش. الإخضاع مش تواضع، لازم نفرق بين حاجتين. التواضع الحقيقي إنك تراعي مشاعر الناس وتحترم احتياجاتهم، ده فضيلة وحلو. فخ الإخضاع إنك تلغي نفسك عشان ترضي الناس، ده مش تواضع، ده خوف. التواضع الحقيقي بيجي من قوة، الإخضاع بيجي من خوف، والفرق بينهم التواضع بيسيبك تحس بسلام، الإخضاع بيسيبك تحس باستياء. إزاي تبدأ تتعامل مع فخ الإخضاع؟ أولاً ابدأ تسمع نفسك قبل ما تقول لأي طلب. وقف ثانية واسأل نفسك، أنا فعلاً موافق ولا بس خايف أقول لأ؟ ثانياً تعلم إن احتياجاتك مشروعة، احتياجاتك مش أنانية، احتياجاتك إنسانية، وإنك تعبر عنها مش عيب، ده احترام لنفسك. ثالثاً ابدأ بلأ صغيرة، مش لازم تقول لأ لأكبر حاجة من أول يوم، ابدأ بموقف صغير، طلب بسيط، وقول لأ أو مش هينفع دلوقتي، وشوف إيه اللي بيحصل. في الغالب مش هيحصل اللي كنت خايف منه. رابعاً عبر عن مشاعرك بهدوء، مش معناه تنفجر، لكن معناه إنك تقول أنا حسيت بكذا لما حصل كذا. جملة واحدة صادقة أحسن من صمت بيتراكم. خامساً تذكر إن لأ جملة كاملة، مش محتاج تبرر كل لأ، مش محتاج تعتذر على كل لأ، لأ في حد ذاتها كافية. الخلاصة فخ الإخضاع علمك إن صوتك مش مهم، وإن احتياجاتك تاني، وإن الأمان في الطاعة والرضا، وده خلاك تقول وجوه تصرخ لأ. بس الحقيقة صوتك مهم، احتياجاتك مهمة، ومشاعرك تستاهل تتقال. لأ دي اللي بتخاف تقولها ممكن تكون أول خطوة في طريق إنك ترجع لنفسك.
الفخ العاشر، فخ المعايير التي لا ترحم. في حاجة غريبة، في ناس بتنجح وبتحقق وبتعمل حاجات كتير، والناس من حواليهم بتقول ما شاء الله انت رائع، وهم من جوه بيحسوا بحاجة تانية تماما، مش فرحة، مش رضا، مش راحة. بيحسوا بسؤال واحد بيتكرر، كان ممكن يكون أحسن. مش سؤال طموح، مش سؤال تطوير، ده سؤال بياكل الفرحة، بياكل الرضا، بياكل اللحظة الحلوة قبل ما تتعاش. ده فخ المعايير التي لا ترحم. إيه هو فخ المعايير التي لا ترحم؟ يونج بيعرفه الإيمان إنك لازم تحقق معايير داخلية عالية جدا، وإلا هتحصل هوائب. العوائب دي ممكن تكون خجل، نقد من الناس، فقدان القيمة، والمعايير دي مش ممكن توصلها لأنها بتتحرك كل ما اقتربت منها. كل ما وصلت السقف ارتفع، وكل ما السقف ارتفع الرضا بعد. دائرة مفرغة من غير نهاية. أشكال فخ المعايير التي لا ترحم. يونج بيقول إن الفخ ده بيجي في أشكال مختلفة. الشكل الأول الكمالية perfectionism، كل حاجة لازم تبقى مثالية، التقرير، البيت، المظهر، العلاقة، الأداء. أي عيب صغير بيبقى كارثة في عينه، وبيقضي وقت وطاقة هائلة في تفاصيل مش بتفرق. الشكل الثاني القواعد الصارمة، عنده قواعد كتير ومحددة عن الصح والغلط، عن الكفاءة، عن طريقة الناس المفروض يتصرفوا بيها، وبيحكم على نفسه وعلى الناس بيها. الشكل الثالث الانشغال المستمر، مش بيقدر يستريح، الراحة بتحسسه بذنب، دايما لازم يكون بيعمل حاجة، دايما لازم يكون منتج، لأن الراحة في عقله كسل. الشكل الرابع الاهتمام الزائد بالوقت والكفاءة، دايما بيحس إن الوقت بيضيع ومش بيعمل كفاية وممكن يعمل أكتر. من فين بيجي الفخ ده؟ السبب الأول الأهل اللي معاييرهم عالية جدا. الامتحان جاب 90 ليه مش 100؟ الشغل كويس بس كان ممكن أحسن، أنت مش بتبذل كفاية. الطفل اتعلم إن القبول مشروط بالكمال، وإن أي حاجة أقل من المثالية مش كافية. السبب التاني القدوة، أب أو أم كان هو نفسه كمالي، والطفل شاف إن الطريقة الصح في الحياة هي الطريقة دي، وأخد نفس النمط من غير ما يختار. السبب الثالث الحب المشروط بالإنجاز. لما الطفل حس إن الحب والقبول بيجوا لما بينجح، وبيتأخروا أو بيقلوا لما بيفشل أو بيأثر، الطفل اتعلم قيمتي فيما أعمل مش فيما أنا، وبدأ يشتغل بجنون عشان يحافظ على القيمة دي. قصة خالد دكتور في 40. من صغره أبوه كان واحد ناجح ومحترم في المجتمع، وكان بيتوقع من خالد نفس الشيء أو أكتر. خالد تفوق في المدرسة وفي الجامعة وفي تخصصه، بس في كل محطة أبوه كان بيقول كويس بس في الناس اللي أحسن. خالد دلوقتي دكتور ممتاز، ومريضيه بيحبوه وزملائه بيحترموه، بس خالد في الليل بيراجع كل قرار اتخذه في اليوم ده. هل شخصت صح؟ هل كان في حاجة أحسن؟ هل قلت الكلام الصح للمريض؟ وفي عطلته مش بيقدر يستريح، دايما شايف إن في حاجة لازم يعملها، ومراته بتقوله أنت مش هنا حتى لما بتكون هنا، وهو عارف بس مش قادر يوقف الصوت اللي جوه، الصوت اللي بيقول له دايما مش كفاية. ثمن فخ المعايير التي لا ترحم. يونج بيقول إن الفخ ده بيكلف الشخص حاجات كتير جدا. أولا فقدان المتعة، حتى اللحظات الحلوة بتتعاش بقلق، الإجازة مش راحة، الإنجاز مش فرحة، والحياة بتعدي من غير ما تتعاش فعلا. ثانيا تأثير على العلاقات، الكمالي أحيانا بيطبق معاييره على الناس وبيحكم على الناس بنفس القسوة اللي بيحكم بيها على نفسه، وده بيخلق توتر في العلاقات، لأن مفيش حد يقدر يعيش تحت ميزان مش بيرضى أبدا. ثالثا الإرهاق والاحتراق، الشغل المستمر من غير راحة بيوصل لبيرن اوت، إرهاق عميق، فقدان الحافز، وأحيانا انهيار كامل. رابعا فقدان الوقت في التفاصيل، بيقضي وقت وطاقة هائلة في حاجات مش بتفرق، وبيضيع الصورة الكبيرة في تفاصيل صغيرة. الكمالية ومنطقة الخطر. يونج بيميز بين نوعين: الكمالية الصحية، إنك تسعى للتميز وتهتم بجودة شغلك وتحاول تتحسن، ده حلو ومفيد وبيجي من حب ما بتعمله. كمالية فخ المعايير، إنك تخاف من الغلط وتحس بقيمتك مرتبطة بالكمال وما بترضاش أبدا، ده مؤلم ومضر وبيجي من خوف مش من حب. الفرق الجوهري: الكمالية الصحية بتسيبك تحس بفرحة في الطريق، كمالية الفخ الطريق نفسه عذاب. الفخ والجسم. يونج بيذكر إن فخ المعايير التي لا ترحم بيظهر في الجسم بشكل واضح جدا: ضغط دم، صداع مزمن، توتر في الكتفين والرقبة، اضطرابات في النوم، وأحيانا أمراض مزمنة. الجسم بيتكلم لما الإنسان ما بيسمعش. إزاي تبدأ تتعامل مع فخ المعايير التي لا ترحم؟ أولاً
تعلم الرضا الكافي. good enough. مش كل حاجة محتاجة تكون مثالية، في حاجات كافي يكفي، وفي حاجات كويس أحسن من مثالي بعد فوات الأوان. ثانياً، احتفل بالإنجازات. لما تخلص حاجة وقف وقول لنفسك أنا عملت ده وده كويس، من غير ما تروح فوراً للنقطة الجاية. اللحظة دي تستاهل تتعاش. ثالثاً، تحدى الصوت الناقد. لما الصوت يقولك مش كفاية، اسأله بالنسبة لمين وليه. في الغالب الصوت ده مش صوتك، ده صوت حد من الماضي اتسكن جواك. رابعاً، اتعلم إن الراحة إنتاج. الراحة مش كسل، الراحة بتجدد الطاقة وبتخليك تعمل أحسن. الجسم والعقل محتاجين توقف، مش عيب، ده علم. خامساً، افصل قيمتك عن إنجازاتك. قيمتك مش في اللي بتعمله، قيمتك في إنك أنت. الإنجاز ممكن يزيد أو يقل، لكن قيمتك ثابتة. الخلاصة، فخ المعايير التي لا ترحم بيقولك إن الكافي مش كافي أبدا، وده خلاك تشتغل بجنون وتنتقد نفسك بقسوة وتعيش في سباق من غير خط نهاية. بس الحقيقة الحياة مش امتحان لازم تجيب فيه 100. الحياة لحظات، ولحظات كتير بتعدي من غير ما تحس بيها. حاول تحس بيها. الكمال وهم، الحياة الكاملة حقيقية، والفرق بينهم إنك تسمح لنفسك ترتاح. الفخ 11، فخ الاستحقاق. في شخص كل ما دخل الأوضة بتتغير، مش لأنه بيعمل حاجة، لكن لأنه في عقله الأوضة المفروض تتغير. الناس المفروض تنتبه ليه، الخدمة المفروض تبقى أسرع، القواعد المفروض ما تنطبقش عليه. ولما الأوضة ما اتغيرتش بيتضايق، بيزعل، وأحيانا بيعمل مشكلة. وإنت بتتفرج عليه ممكن تقول ده متكبر، لكن يونج بيقول اتأنى، الموضوع أعمق من كده. طيب إيه هو فخ الاستحقاق؟ يونج بيعرفه الإيمان إنك متميز عن الناس، وإن ليك الحق في حاجات مش بالضرورة حق الناس التانية فيها. وده بيظهر فيه إنك تعمل اللي انت عايزه من غير مراعاة لمشاعر الناس، إنك تتوقع امتيازات خاصة، وإن القواعد للناس التانية مش ليك انت. نوعان من الاستحقاق. يونج بيميز بين نوعين مهمين. النوع الأول الاستحقاق الصريح، واضح وبين. الشخص بيتصرف بغرور، بيتكلم عن نفسه أكتر من اللازم، وبيحس إنه أحسن من الناس. النوع التاني الاستحقاق المقنع، وده الأخطر لأنه مش واضح. شخص بيبان عادي بس جواه عنده إحساس إن احتياجاته أهم، وإن وقته أغلى، وإن استثناءاته مبررة. من فين بيجي فخ الاستحقاق؟ وهنا المفاجأة الكبيرة. يونج بيقول إن فخ الاستحقاق في الغالب بيجي من الدلال الزائد، مش من القسوة، مش من الحرمان، لكن من الحب الزائد عن اللازم بطريقة غلط. السبب الأول، الطفل اللي ما سمعش لأ. أهل كانوا بيقولوا لكل حاجة. الطفل طلب وحصل، طلب تاني وحصل، ولما طلب حاجة مش منطقية حصل كمان. الطفل ما تعلمش إن في حدود، وإن في حاجات ممكن ما تتعملش، وإن الدنيا مش بتدور حواليه، فكبر وهو مصدق إنها بتدور. السبب التاني، الطفل المميز. طفل اتقال له دايما إنه مختلف عن الباقيين، إنت أذكى، إنت أجمل، إنت أحسن، من غير جهد حقيقي. الطفل اتعلم إن تميزه فطري مش مكتسب، فما تعلمش يشتغل عليه، وكبر وهو متوقع إن الدنيا تعترف بتميزه تلقائيا. السبب الثالث، الهجوم المضاد على فخ آخر، وده اللي ذكرناه من أول. أحيانا فخ الاستحقاق ده مش أصلي، هو طريقة للتعامل مع فخ العيب والنقص أو فخ الإقصاء. الشخص اللي جوه حاسس إنه ناقص بيبني صورة معاكسة من بره إنه أحسن من الكل. الغرور درع والاستحقاق قناع. إزاي بيظهر فخ الاستحقاق في حياتك؟ الشكل الأول، صعوبة في الانتظار. الطابور، الانتظار، الدور، كل ده بيحسسه إنه مش مفروض، وبيتضايق بسرعة لما الأمور ما بتمشيش على هواه. الشكل الثاني، صعوبة في قبول لأ. لما حد يقول له لأ بيتفاجئ، وأحيانا بيزعل أو بيحاول يكسر اللأ دي، لأن لأ في عقله مش المفروض تكون موجهة ليه هو. الشكل الثالث، مشاكل في العلاقات. في العلاقات بيحس إن احتياجاته أهم، وإن الشريك المفروض يتكيف معاه مش هو اللي يتكيف، وده بيخلق توتر ومشاكل مستمرة. الشكل الرابع، صعوبة في التعاطف. مش بيقدر يحس بمشاعر الناس بسهولة، لأن انتباهه في الغالب على نفسه، على احتياجاته، على وقته، على تجربته. الشكل الخامس، الانتقاد المستمر للآخرين. الناس في عينه دايما مش على المستوى، الخدمة وحشة، الناس مش محترفة، والكل بيغلط وهو دايما اللي بيشوف الصح. قصة تامر راجل في 44، كبر في بيت فيه أب ناجح وغني، وأمه
من حبها كانت بتعمل له كل حاجة، وكل ما طلب حصل، وكل ما اشتكى الدنيا اتحركت عشانه. تامر كبر وهو شايف إن ده طبيعي. في شغله بيتضايق لو حد ما رد على إيميله في نفس اليوم، وبيحس إن مديره ما بيقدروش كفاية، وبيشتكي إن الناس مش بتتعامل معاه صح. في بيته جوزته تعبانة لأنه ما بيسألش أنت تمام، مش لأنه مش بيحبها، لكن لأن في عقله احتياجاته هي اللي بتملى الأوضة واحتياجاتها تاني. وصحابه بيحبوه بس كلهم بيقول نفس الكلام: تامر كويس بس لازم الحاجات تبقى على هواه. تامر مش حاسس بأي مشكلة، وده هو أصعب جزء في الفخ ده، أصعب فخ في الوعي. يونج بيقول إن فخ الاستحقاق هو أصعب الفخاخ ال11 في الوعي والتغيير. ليه؟ لأن الفخاخ التانية بتتعاش من الداخل، الشخص بيحس بألم وألمه بيخليه يدور على حل. فخ الاستحقاق الألم عند الناس التانية مش عنده هو مش حاسس إن في مشكلة، الناس حواليه هم اللي بيحسوا، وده بيخلي الدافع للتغيير أضعف بكتير. الاستحقاق والوحدة، وهنا بيجي الجزء الحزين. الشخص اللي عنده فخ الاستحقاق في الغالب بيلاقي نفسه في وحدة، مش لأن محدش بيحبه، لكن لأن الناس على المدى البعيد بتبعد، لأن العلاقات الحقيقية محتاجة تبادل، محتاجة اهتمام بالاتجاهين، محتاجة إن كل طرف يحس إن الطرف التاني شايفه. والشخص اللي في الفخ ده بيحب وبيقدم وعنده مشاعر حقيقية، بس الناس ما بتحسش بالتوازن فبتبعد، وهو بيستغرب ليه الناس دايما بتمشي من غير ما يشوف إن طريقته في العلاقات هي الجواب. إزاي تبدأ تتعامل مع فخ الاستحقاق؟ أولاً اسأل نفسك سؤال صعب: هل في ناس في حياتي بيشتكوا من نفس الحاجة؟ لو الإجابة ده مش صدفة، ده معلومة مهمة. ثانياً تعلم تسمع فعلاً. في المحادثات جرب إنك تبقى مهتم بالشخص التاني، اسأل عنه واسمع إجابته من غير ما ترجع الكلام لنفسك. التمرين ده صعب في الأول وبيفتح عالم تاني مع الوقت. ثالثاً اقبل اللأ بنعمة. لما حد يقولك لأ توقف، وبدل ما تحاول تكسرها اسأل نفسك: هل طلبي كان معقول؟ اللأ مش إهانة، هي حد طبيعي في أي علاقة صحية. رابعاً تعلم إن التميز يتعمل مش بيتوهب. الاحترام الحقيقي بيجي من الأفعال مش من التوقعات، مش من إنك مميز بطبيعتك، لكن من إنك تعمل حاجة تستاهل الاحترام. خامساً تعاطف. جرب تحط نفسك مكان الشخص التاني، هو حاسس بإيه دلوقتي؟ هي محتاجة إيه؟ السؤال ده بيغير طريقة التعامل كلها. الخلاصة: فخ الاستحقاق بيقولك إن الدنيا المفروض تتحرك عشانك، وده خلاك تتوقع أكتر مما تعطي وتشوف احتياجاتك قبل احتياجات الناس، وفي الآخر بيسيبك في وحدة من غير ما تفهم ليه. بس الحقيقة العلاقات الحقيقية مش بتتبنى على الاستحقاق، بتتبنى على الاهتمام المتبادل، على إنك تشوف وتتشاف، على إنك تعطي وتاخد. والسعادة الحقيقية مش في إن الدنيا تتحرك عشانك، في إنك تتحرك معاها. وصلنا لآخر الفيديو التاني، واحنا كده عدينا رحلة مش صغيرة، عدينا على 11 فخا، 11 نمط بيعيش فيه ناس كتير حواليك، وممكن في حاجة منهم عشت فيها معانا. خليني أسألك سؤال، وانت كنت بتسمع، في فخ لفت نظرك؟ في جملة وصلتك؟ في قصة حسيت إنها قريبة منك؟ لو ده مش صدفة. الكتاب ده مش بيتكلم عن حالات نادرة، بيتكلم عننا إحنا، عن الطفل اللي كان جوه كل واحد فينا، واللي بنى فهمه للدنيا بالأدوات اللي كانت عنده. وانت دلوقتي سمعت الأسماء، عرفت الفخاخ، وشفت نفسك في بعضها. ده مش هجوم عليك، ده بداية، لأن المعرفة دي هي أول خطوة في الطريق. بس خطوة واحدة مش كفاية، لأن السؤال الحقيقي مش أنا عندي فخ إيه، السؤال الحقيقي دلوقتي إيه اللي أعمله. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه في الفيديو الثالث والأخير. الفيديو ده هو قلب الكتاب كله. في يونج هيقول لنا إزاي تبدأ رحلة التغيير الحقيقي، إزاي تتعامل مع الجرح من جذوره، إزاي تكسر الأنماط اللي بتتكرر، وإزاي خطوة خطوة تبدأ تعيد ابتكار حياتك. مش وعود فارغة، مش كلام نظري، لكن أدوات حقيقية من علم نفسي حقيقي جربها ناس كتير وغيرت حياتهم. لو الرحلة دي وصلتك، لو حسيت إن في حاجة اتحركت جواك، شاركها مع حد بتحبه، مع حد حاسس إنه محتاجها، مع حد شايف فيه نفس الفخاخ دي، لأن في ناس كتير بتعاني من نفس الأنماط دي ومش عارفة إن في اسم للي بتحسه، وإنت ممكن تكون السبب إنهم يبدأوا رحلتهم. اشترك في القناة وفعل الجرس وانتظر الجزء الثالث، الجزء اللي فيه الحياة بتبدأ تتغير.